إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لما نعرف إن عدونا في حاجة هتوجعه وتبكيه وتخليه يلطم على وشه، نعملها ولا ما نعملهاش؟ طب لما نعرف إن نفس الحاجة هتفرح ربنا سبحانه وتعالى وترضيه، نعملها ولا ما نعملهاش؟ طب لما نعرف إن نفس الحاجة سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهنعملها وناخد عليها أجر وكمان ربنا هيحبنا، نعملها ولا ما نعملهاش؟ ايه رأيكم في اللي يدلكم على حاجة فيها كل الحاجات دي؟ هنكيد الشيطان ونخليه يبكي ويلطم على وشه ويدعي على نفسه بالويل، وفي نفس الوقت نطبق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونرضي ربنا ونفرحه ونخليه يحبنا. يا ايه الجمال ده كله! فين؟ في سجدة التلاوة. سجدة التلاوة دي سجدة إذا سجدها ابن آدم يبكي الشيطان ويلطم على وجهه ويدعي على نفسه بالويل والهلاك والصبور، ويشهد بلسانه إن من سجدها سيدخل الجنة. هقول لكم النهاردة شكلها في المصحف، وهوريكم ال15 موضع اللي موجودين في القرآن بالصوت والصورة إن شاء الله. وكمان هقول لكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سجدة التلاوة إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي يا ويلي. طبعا هو بيدعى على نفسه هو بالويل والصبور، يعني الهلاك. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعني الشيطان بيشهد بنفسه إنك من أهل الجنة، وبيشهد إن هو من أهل النار، عشان أنت لما أمرت بالسجود سجدت، وهو لما أمر بالسجود رفض وأبى وعصى ربنا فله النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يقرأ علينا الرسول صلى الله عليه وسلم السورة من القرآن فيها السجدة فيسجد ونسجد. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان لما يقرأ آية فيها سجدة يسجد، ويسجد المسلمين من بعده. طيب بنقول ايه في السجدة دي؟ لما بتقابلنا سجدة في ال15 موضع اللي في القرآن بنقول فيها ايه؟ في دعائين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول دعاء إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي دعاء كمان: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داود عليه السلام. طب اشمعنى سيدنا داود؟ دي في قصة تانية إن شاء الله، لو عايزين أقولها لكم اكتبوا لي في التعليقات وأنا أقولها لكم إيه علاقة سيدنا داود بسجدة التلاوة، وإيه القصة اللي حصلت والذنب اللي عمله سيدنا داود خلاه سجد. هو بيسجدها توبة وإحنا بنسجدها طاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وشكر على نعمه. لو عايزين اكتبوا لي في التعليقات وانا اعملها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ولكن خلينا دلوقتي في سجدة التلاوة. طيب لو الدعاء صعب وفي ناس مش هتعرف تحفظه نقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب لو صعبة وفي ناس مش هتعرف كمان تقولها نقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، زي ما بتقول وانت ساجد في اي سجد. سهلة سهلة والله، وأجرها عظيم إن شاء الله. نيجي بقى لكيفية سجدتها، إزاي نسجد سجدة التلاوة. لو الإنسان واقف وبيقرأ القرآن ينزل على الأرض ويسجدها. طب لو الإنسان بيقرأ القرآن وهو ساجد ما يقومش يقف، لا ينزل من قعدته على الأرض وهو بيقرأ القرآن على الأرض بس كده ويسجد. طيب لو أنا بقى في المطبخ أو في الشارع وسمعت آية من آيات السجدة، هل انزل على الارض واسجد؟ لا طبعا، احنا بس بننحني كده شويه ونقول الذكر، اي دعاء من اللي انا قلته، سواء اسهلهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، او سبحان ربي الاعلى، او الدعائين اللي كان مأثورين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نيجي بقى للمواضع ال15 المذكورة في القرآن عن سجدة التلاوة. طبعا منهم 10 مواضع ثابتين والعلماء كلهم اتفقوا عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجدهم دائما. أول موضع في سورة الأعراف في قول الله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تاني موضع في قول الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثالث موضع في سورة النحل في قول الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. رابع موضع في سورة الإسراء في قول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. خامس موضع في سورة مريم في قول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سادس موضع في سورة الحج في قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. رقم 7 في سورة الفرقان في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. رقم 8 سورة النمل في قوله تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. رقم 9 سورة السجدة في قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. رقم 10 في سورة فصلت في قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله العظيم. وفي سجدة كمان في سورة الحج في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
وفي سجدة كمان في سورة صاد في قول الله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بعض العلماء بيقولوا إن السجدة دي كانت خاصة بسيدنا داود، ولكن الناس الصالحين احنا المفروض ناخدهم قدوة، ففي أي موضع سجدوا أو أمروا بالسجود نسجد احنا كمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. عشان كده احنا بنقتدي بالصالحين في أعمالهم. وفي برضه 3 سجدات في أواخر السور في قول الله تعالى في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. وبرضه في سورة الانشقاق في قول الله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وفي آخر سورة العلق في قول الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هي دي 15 سجدة المذكورة أو موجودة في القرآن الكريم. أجرهم عظيم وفضلهم عظيم، لو سجدناهم إن شاء الله ربنا يتقبل منا هذه السجدة، ونطيع ربنا سبحانه وتعالى، ونطبق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونكيد الشيطان ونخليه يبكي ويلطم على وجهه ويدعو على نفسه بالويل والثبور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.